بعد دخول العرب مصر بقى فيه تحديات جديدة، منها الجزية. الجزية صارت عبء مالي على الأقباط. ايوه، بص بقى الجزيه اللي هو، بص هو فرض قال لك عبء مالي على الاقباط. عبء مالي على الاقباط، مش الرجال الدين دول من الاقباط؟ اه، طب ما هم معفين منها، يبقى مش عبء مالي. النساء من الاقباط، اه معفين منها، مفيش عبء مالي. الاطفال والعجائز ومن ليس معه، يبقى كيف عبء مالي؟ ده اللي معهوش بياخد، اللي معهوش بياخد من بيت مال المسلمين. فايه يا فندم؟ والله اخ كاتب تعليق حلو برضه، او اخت عفوا، بتقول لك طب والعشور حلوه؟ صح والله، العشور ايه رأيك؟ اعتبر ان الجزية دي زي العشور، ولا العشور حلوة مش عبء مالي؟ الجزية صارت عبء مالي على الأقباط، ودي تسببت في إن كتير منهم يهاجروا يسيبوا مصر، أو يعتنقوا الإسلام عشان يتخلصوا من الجزية، أو ينالوا إكليل الشهادة. يبقى الجزية خلت اما المسيحيين يهاجروا او يدخلوا الاسلام او يموتوا. الجزية دي اللي هو كانت للجيش الاسلامي. شفت المسلمين عملوا فينا ايه؟ شفت المسلمين عملوا المسيحي ده، المسيحي اللي قاعد بيسمع ده، المسيحي اللي قاعد بيتعلم الكلام ده، بيتعلم الحقد ده، ان هو يا جماعه بص شفت انت جدك عمل فيها ايه؟ ده هو خلانا ان احنا ندخل الاسلام بالعافيه عشان ما كانش معانا فلوس ندفع الجزيه. ما هو جاهل، لو معكش فلوس تدفع الجزيه هتاخد، مش انت معكش بقى يبقى لازم تدفع. هتجيب منين ما انت معكش اصلا؟ او تدخل الاسلام، يقول لك اصل الناس دخلوا الاسلام علشان ما كانش معاهم يدفعوا الجزيه. يدخل الاسلام فيدفع زكاه، يدخل الاسلام فيدخل الجيش فيموت. كذب اقرع. والله يا جماعه الفكر ده قائم على الكذب. بصوا الحته اللي جايه دي يا جماعه، وانا والله العظيم ما عارف يعني، هو ما فيش يا جماعه محامي طيب؟ ودي تسببت في إن كتير منهم يهاجروا يسيبوا مصر، أو يعتنقوا الإسلام عشان يتخلصوا من الجزية، أو ينالوا إكليل الشهادة. ركز بقى في اللي جاي. والأغنياء دفعوا الفلوس وعاشوا. يعني إحنا أولاد أنهي فئة؟ اللي هاجروا ولا اللي أسلموا ولا اللي اتقتلوا؟ الأغنياء، بس فقرونا يعني. احنا اولاد الاغنياء بس فقرونا. مين اللي فقروكم؟ المسلمين. فاحنا يا جماعه اولاد الاغنياء، والمسلمين دول محتلين جم استولوا على الفلوس بتاعتنا وفقرونا. ايوه يا جماعه، المواطنه والمحبه والكلام الحلو، وبيقول الكلام ده قشطه يا باشا، واحد بيضحك وهي هي هي كنا اغنياء وفقرونا. ده المرشح تخيلوا يا جماعه، ده كان ممكن يبقى بابا الكنيسه في يوم من الايام. ده كان قصاد الانبا توادرس ومش عارف الانبا مين تاني كان معاه الثلاثه، ما جاتش نصيبه. يعني هو ده الازدراء الحلو، الازدراء الجميل، الازدراء اللطيف. لكن غير كده مسلم تتكلم، وعي كيف؟